السلام عليكم، يا مساء الفل. حابة النهاردة كده أشارك معاكم طبق المكرونة التحفة القمر اللي مفيش أسهل من كده، ولا تحمير ولا سلق ولا أي حاجة بقى يا جماعة. حاجة كده سهلة، مفيش أسهل من كده. في حلة واحدة كده وفي 10 دقايق هتعملي أحلى طبق مكرونة. ينفع بقى كده لو انت متأخرة على ولادك في الأكل تعمله لهم في 10 دقايق. ممكن بين الوجبات كده. ممكن تعمليه من وجبات آخر الشهر الموفرة، حاجة كده عسل. ومفيش اسهل من كده. معانا كده المكرونه، نسمي الله كده ونشوف معانا ايه. معانا طبعا المكرونه، حابه تزودي ده نص كيلو، حابه تزودي انت تعملي كيلو او ازيد براحتك. ومعايا بصلايه كده، ومعايا قرن فلفل ممكن تحطي فلفل الوان لو حابه. لو عندك يعني. ودول 3 طماطمات او 4 طماطمات، ومعايا هريسه معلقه كده من هريسه الشطه. ومعايا يعني لان انا يعني حباها تكون سبايسي شويه او حاميه شويه. ومعايا مكعب مرق. طبعا كده. هنسمي الله كده ونصلي على الحبيب كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا كده حلة على النار فيها 3 معالق زيت او 4 معالق زيت. وهننزل كده بالمكرونة بتاعتنا، زي ما قلت لك الكمية اللي تحبيها. هي وجبة كده سريعة قمر كده، كله في حلة واحدة كده. نزلنا بالمكرونة بتاعتنا على الزيت، ونزلنا كمان بالبصلة كده والقرن الفلفل. الله بقى لو في فلفل الوان يبقى قمر كده وتزود القيمه الغذائيه بتاعتها كده. وهننزل بالطماطم بكل المكونات بتاعتنا. هننزل بيها كده على بعضها كده. بصوا يا جماعه كله على بعضه كده، وبتبقى واخده طعم نفس الطعم اللي انتي بتبقي محمره البصله او التومه، وبيبقى احسن والله العظيم. كمان طبق مكرونه والله ما هتبطلوه يا جماعه. معلقه الهريسه كده زي ما قلت لكم، لان يعني انا حباها حاميه. انت مش بتحبي الحامي او ولادك مش بياكلوا الحامي، فاستبعديه خالص. وطبعا المكعب المرق برضو حطيته. ومعايا دول بقى ايه 3 فصوص توم كده. آه ولا دقاهم ولا حاجه، انا بس يعني ايه، يعني فتحهم كده عشان يطلعوا الريحه بتاعتهم، بس عشان المكرونه تاخد ريحه التوم بس، مش اكتر يعني. وهنحط بقى التوابل بتاعتنا. طبعا لا احنا الاول هنحط الميه معلش. معايا كوبايتين ميه كده سخنين. حطينا كوبايه وهنحط التانية كده. دي الكوبايه التانية. ونقلب بقى كل المكونات بتاعتنا كده مع بعض. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة شهر رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب. معايا بقى هنا ايه التوابل بتاعتي كده. معلقة كده صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة برضو من الفلفل الاسمر. وطبعا ملح. طبعا ايه، خلي بالك ان احنا حاطين مرق الدجاج، فالمرق اصلا بتبقى ايه يعني بتحدق الطبيخ وكده. فخلي بالك وكده من الملح يعني. اهو ده كده الملح. هنقلب بقى كل ده كده. وطبعا لسه النار عاليه، يعني اللي انا حاطه المكرونه على النار لسه عاليه، على ما تبدا يعني بدات تغلي كده اهي. هبدا بقى اغطيها وهدي عليها النار كده واسيبها براحتها، مش هتاخد والله العظيم 10 دقايق. اهو غلت كده، بدأنا نغطيها كده ونهدي عليها ونسيبها مع بعضها. شايفين بقى ما خدتش 10 دقايق، والله اقل من 10 دقايق يا جماعه. يعني بتشوفوا بقى احلى طبق مكرونه، احلى شويه مكرونه كده ينفعوا. يعني لو انت مستعجله، لو انت طبعا زي ما قلت لك عيالك جعانين. وطبعا مش لازم كل يوم لحوم واسماك، وفي يعني في ظرف الغلاء اللي احنا فيه ده يا جماعه، يعني ربنا يرحمنا برحمته يا رب. زي ما قلت لكم تنفع من اكلات اخر الشهر الموفره طبعا. وكمان ممكن تعملي معاها يعني بيض وكده وبطاطس وتاكليها. يعني وجبه زي الفل وسريعه. ولا بقى لسه تحمري البصله وتقلي كده، لا يعني مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. وحاجه كده قمر. وشايفين بقى مع شويه المخلل القمر دول، يعني مفيش احسن من كده، مش عايزين حاجه بقى. شويه مخلل كده بصوا بيتكلموا برضو. شايفين يا جماعة
والله العظيم جربوها هتعجبكم جدا جدا، ولا بصوا بقى يا تختلف بنات، اي مش لاقيه حاجه من وصف اللي ولا اي متقللها كلام ولا اقول اي حاجه. الجمال ده كله بكل بساطه ويعني وبكل. مفيش بصوا يا جماعه اسهل حاجه من كده كده. سهله وحاجه كده قمر في 10 دقايق بس. خشوا بقى اعملوا لايك وسبسكرايب كده، متنسونيش الطريقه على بقى القناه بلايك هتعجبكم جدا وسبسكرايب. جدا. شايفين؟ احبكم في صدق والله الله، مع العظيم. السلامه.